عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والأمين العام للنقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء والطاقة برئاسة وائل العدل. أولا أود أن أتقدم بتحية شكر وإجلال لشهداء الثورة ولكل الأحرار والثوار من شعب مصر العظيم، وأخص بقى طبعا بالتهنئة عمال مصر بعيد عمال مصر والعاملين بالكهرباء بمناسبة مرور عام على تأسيس نقابتهم المستقلة، أول نقابة مستقلة للعاملين بالكهرباء في مصر. نقابة تأسست بسواعد العاملين بعيدة كل البعد عن اتحاد، مش هقول اتحاد عمال مصر، هقول الاتحاد الحكومي الإجباري الذي أهدر حقوق العاملين وأفسد الحياة السياسية والنقابية في مصر. هو فعلا اتحاد للنظام والحكومة وليس العاملين ولا يعبر عن العاملين. الحياة النقابية قبل ظهور النقابات المستقلة كانت أشبه بالمياه الراكدة، لم يحركها سوى النقابات المستقلة. كان فين اتحاد عمال مصر من قضايا العاملين؟ كان فين من قضية الحد الأدنى والحد الأقصى والأجور؟ كان فين من خلينا في المستقبل أو طيب دلوقتي يعني. بالنسبة للمستقبل احنا لنا مطالب ومصرين عليها. أولا تحقيق أهداف الثورة. بالمناسبة لاحظت في حاجة مثلا نقابة تحت التأسيس لضباط الشرطة، وبالنسبة للأمناء والأفراد طبعا هم للأسف يعني تحولوا كلهم للتحقيق ان هم كانوا بيعملوا نقابة او جم هنا في البرنامج. لكن لاحظت ملاحظة غريبة انه اللي بيشتغلوا الشرطة في الكهرباء والمسطحات المائية احسن مرتبات واحسن اماكن، معرفش ليه شرطة الكهرباء. فهل نقابة الكهرباء برضو الافضل حالا؟ يمكن تفسر لنا يعني. الصيت ولا الغنى حضرتك؟ احنا بننزل احنا بناخد ارباح على في الجرايد حوالي 20 او 25 مره في السنه، مع ان هي مره واحده، بس كتر التصريحات اللي بتطلع بتوحي بان احنا مرتباتنا خياليه. حضرتك احنا لنا مطالب، اولها وهي تحقيق اهداف الثوره: عيش، حريه، عداله اجتماعيه، كرامه عماليه. حضرتك بنطالب باصدار قانون للحريات النقابيه، قانون للحريات النقابيه وليس قانون مفصل، حد ادنى وحد اقصى الاجور، تعديل قانون العمل بما يخدم مصلحه العمل والعاملين، مشاركه النقابات المستقله في صياغه الدستور، ده حق. حضرتك بالنسبه لقطاع الكهرباء بنطالب باقاله المستشارين بوزاره الكهرباء والطاقه والشركه القابضه لكهرباء مصر وكل فلول وبقايا النظام البائد والحزب الوطني المنحل ولجنه سياسات. بنطالب بتوحيد المزايا بين جميع العاملين. بنطالب بضم المده العسكريه. حضرتك في ناس بنضم لها وناس لا، مع اننا كلنا خدمنا في جيش واحد. حضرتك بنطالب باقرار حق العلاج الاسري لجميع العاملين. اعاده هيكله الاجور. حضرتك انت يعني بتقول او بتسال هل فعلا الاجور؟ لا حضرتك الاجور مش عاليه ولا حاجه. بنطالب بكادر، ان يتم كادر للعاملين كلا على حسب فئته، المهندس يبقى له كادر، الفني يبقى له كادر، العامل يبقى له كادر. وبنطالب حضرتك بتنفيذ الحكم النهائي الصادر من الاخير، اقصد الصادر من الدستوريه العليا بحل اتحاد عمال مصر وجميع تشكيلاته. ما هو محلول يا احمد انت. لا هو اللي كان هو كان من حل مجلس الاداره، حاليا دلوقتي بنقول ان حضرتك ده لا فيه طعن ولا فيه. طيب شكرا جزيلا لك. شكرا يا فندم. الصيادين لانه انا بحب السمك يا استاذ. هجيله بس